نباشر مباشرة من هنا من مدينة الدار البيضاء. المركب الرياضي محمد الخامس يعرف عرسا كرويا كبيرا وبهجة كبيرة. أمامنا صورة من الصور الجميلة، تيفو خاص لفريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي كاسم كعلامة حاضرة. أكيد أن الجماهير الودادية مزهوة بهذا التيفو الجميل، وأكيد أنه أنظار العديدين تتجه مباشرة إلى المراكب الرياضي محمد الخامس. أكيد على مستوى الاستوديو التحليلي تابعنا سمير بن شقرون على مستوى التحليل ومواكبة هذه المقابلة وتقديم هذا اللقاء. نتواصل وإياكم الآن على مستوى التعليق ومقابلة هامة جدا للفريقين، لناديين يبحثان للتألق والظهور بصورة جيدة. بعجالة أقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام التشكيلة الخاصة بالناديين معا، وننطلق بالفريق الضيف. ولو أن الصورة أكيد أنها غنية عن كل تعليق على مستوى المدرجات. أكيد زميلي خالد جديد مشكور على هذه الصورة التي نتابعها اليوم من هنا من مدرجات مركب الرياضي محمد الخامس للجماهير الودادية. الألوان أكيد أنها مزوة بالأحمر والأبيض من خلال صورة جميلة وتيفو متواصل. أكيد أنه مهم جدا. ربما أن التشكيلة الخاصة بالناديين ياسين الحواصي، عمر النمساوي، علي بدرة، عبد الرحيم بن كجان، زكريا اسماعيلي، انور عبد المالكي، حبيب الله الدحماني، ابراهيم السديبي، اشرف بن شرقي، حضور وسام البركه وشعيب خضير. وهذه الصور اكيد انها غنيه عن كل تعليق، ونحن نتابع ونواكب معكم مباراه اليوم. هي صور معبره، صور حضور فريق 14 نقطه يعادل من خلال شباب اطلس خنيفره على مستوى النقاط. هذه الصور صور الجمهور، صور المتابعه، صور المواكبه، صوره الودادي الذي يتحدث من مدرجات مركب. الكل يبحث بإثارة الجمهور. شوف صورة التيفو ما أحلى تاني. يطلع اليوم الودادي بهيجا حاضرا ممتعا مقدما نفسه بصورة جميلة. أكيد سحرونا الجمهور بهذا التيفو.